بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمود حنفي، شغال مدير عام الخدمات في شركة بترول. عندي 58 سنة. وزني زاد زيادة جامدة جدا. حاولت أعمل رجيم كتير ما عرفتش، وصل وزني لحد 130 كيلو. فناس زمايلي نصحوني إن أنا أعمل عملية. شكروا لي في الدكتور أحمد المصري. قلت مفيش مشكلة إن إحنا نيجي نكشف ونشوف الدكتور هيقول لنا إيه وإيه الآثار اللي هترتب على العملية ونقدر نخس قد ايه. الراجل جينا هنا العياده في مصر الجديده، قابلنا مقابله محترمه جدا، عياده شيك جدا. الراجل فهمني يعني ايه العمليه، فهمني ايه اللي هيتعمل في العمليه وايه اللي هيحصل بعد العمليه. وفعلا طلب مني شويه اشعاعات وتحاليل عملناهم وطمنا على كل حاجه. ودخلت عملت العمليه يوم الخميس في المستشفى، خرجت يوم الجمعه. التزمت بالتعليمات اللي هو قال لي عليها. ما كانش فيه بقى مغص ولا تعب ولا ارتجاع ولا ضغط ولا الكلام اللي الناس بتقول عليه ده خالص. عمليه سهله جدا بسيطه جدا، ما تخوفش خالص، وبتساعد فعلا على انقاص الوزن. اداني كتاب امشي عليه. في دكاتره استلموني بعد العمليه فهموني الدنيا تمشي معايا ازاي. في دكتور توعيه بشريه، دكتور اغذيه. عملت متابعه معاهم، ده عملوا لنا جروب، دخلت على الجروب اي اسئله واي استفسارات كنا بنسالها كانوا بترد علينا بطريقه كويسه جدا. عملت العمليه يوم 1/9. بقالي اسبوعين دلوقتي عامل عمليه. كنت قبل العمليه وزني حوالي 130، وكنت خايف جدا ان هو يزيد بعد كده اوصل ل 150 او اوصل لمرحله ما اعرفش اتراجع. وزني كان 130 قبل العمليه. دلوقتي بعد العمليه بقالي اسبوعين عاملها، وصلت دلوقتي 120، يعني خسيت حوالي 10 كيلو في اسبوعين. وطبعا التزمت بالتعليمات اللي الدكتور قال لي عليها. اول اسبوع بمشي على عصير فقط والميه مع المشي كل يوم 10 دقائق. تاني اسبوع بنمشي على الشرب فقط زي ما الكتاب اللي هو قاله لنا ماشيين عليه، ومع المشي طبعا ومع الميه. وتالت اسبوع الاكل بقى ابتدي يخش حبه حبه، حاجات اكل خفيف، سمك، حاجات بسيطه، تونه، حاجات بسيطه. ونمشي على ان شاء الله برضو على الكتاب اللي هو قال لنا عليه. وربنا يسهل، نامل يعني ربنا سبحانه وتعالى ان احنا خلال الاسبوعين التانيين نقل 10 كيلو كمان، يبقى قال لنا 20 كيلو في حوالي شهر. وربنا يسهل، وده تقريبا يعني مقياس كويس وتارجت كويس ان احنا ماشيين عليه. ونامل ان انا من 130 امل يعني من ربنا سبحانه وتعالى اوصل 100 كيلو او 90 كيلو، وده يبقى فضل من وكرم من عند ربنا. وده اللي اقدر اقوله لكم دلوقتي. وما تخافوش، عمليه بسيطه، عمليه كويسه جدا. دكتور محترم جدا، ناس معاه فريق طبي على اعلى مستوى، مستشفى على اعلى مستوى، مفيش اي اضرار ولا اي توابل ما حضراتكم تسمعوا عنها. لكن عمليه بسيطه، وبنصح الناس كلها انها تعملها طالما وصل الامر ان الوزن زاد فوق ال 130 كيلو او ال 140 كيلو. لا، يبقى ما فيش حل غير العمليه. وحتى بالنسبه للفلوس برضو الراجل برضو عنده نظام تقسيط، لو حبيتوا تقسطوا المبلغ ما فيش اي مشاكل عنده. فربنا يسهل يعني، ونتمنى الخير والسلامه والصحه لكل الناس. ونتمنى لكم ان شاء الله يعني حياه سعيده، ونبتدي حياتنا من اول وجديد بقى. وفي حاجات كتير وحشتنا طبعا، غير الاكل بقى والفراخ والكلام ده. في القمصان الحلوه وحشتنا، المشي على البحر وحشنا، شكلنا قدام نفسنا في المرايه وقدام الناس وحشنا. نبتدي بقى نلبس اللبس اللي احنا نفسنا فيه، مش اللي احنا مقاسنا عليه. نبتدي نشوف الدنيا اللي تمشي معانا ازاي، وربنا يسهل ونبتدي حاجه جديده وربنا يسهل. ومتشكرين جدا، ونتمنى السلامه والصحه لكل الناس. السلام عليكم.